أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. هذا انقطاع لا بد منه لأن المباراة ألغيت، مباراة باريس سان جيرمان وإسطنبول باشكشهير التركي. لماذا حدث ذلك؟ بسبب مشكل واتهام بالعنصرية. بيير ويو اللاعب الكاميروني السابق وهو في الجهاز الإداري والفني لفريق إسطنبول باشكشهير اتهم الحكم الرابع بأنه وجه له عبارات عنصرية، وبالتالي توقفت المباراة عند هذا الحد، وقرر فريق اسطنبول باشكشهير أن ينسحب من الملعب احتجاجا على هذا التصرف العنصري من الحكم الرابع. وبالتالي هذه قضية معقدة تحدث لأول مرة. دعونا نستمع للواقعة كيف حدثت بالصوت الحي من أرضية الملعب. أين الزنجي؟ اعتذروا على استخدام المصطلح. أين الزنجي؟ When you mentioning a white guy, you never say this white guy. You say these guys. So why when you mention me, listen to me. Why when you mention a black guy, you have to say this black guy? Say, but Romanian language. هذه اللغة. عليك أن تتنبه إلى اللغة. هل قلت زنجي، نعتذر على استخدام المصطلح، أم قلت هذا الرجل الأسود؟ No, come on. Don't come in, fucking hell. What is this? You have to respect each other. ما هذا؟ عليكم أن تحترموا بعضكم بعضا. عليكم أن تحترموا بعضكم بعضا. Say to come on, this is football. This is not football. تقولون أن هذه كرة القدم، لكن هذه ليست كرة القدم. إذا شاهدنا أيضا زميل ناصر الخليفي يغادر المدرج، رئيس نادي باريس سان جيرمان. الذي حدث طبعا كابتن طارق، يعني باريس سان جيرمان لا علاقة له به، وأعتقد أن المباراة بهذه الحالة يفترض أن تعاد إلا إذا قرر الاتحاد الأوروبي معاقبة باشكشهير على الانسحاب، لكن من حقه أن يقوم بردة فعل على موضوع العنصرية، لأن سمعنا بيير ويبو يقول له لماذا تقول لي أيها الزنجي؟ صحيح. لا صحيح، يعني غريب من الحكم الرابع، غريب صراحة من الحكم الرابع. يعني الفيفا واليويفا وشعار نو راسيزم ونو روم فور راسيزم، لا مجال لمكان العنصرية للاعبين والجماهير وليس الحكام. احنا مشكلة مع الجماهير وليس مع الحكام. هذا غريب، مع امور خطيرة، حادثة اولى من نوعها. حكم رابع يعني كانه حكم ساحة، حكم رابع بالضبط، ممكن يكون حكم ساحة، يعني يتفوق مع عنصر يعني خطير. هذا وانا غريب ان الحكم المفروض يطرد الحكم الرابع. نعم. راح طرد بيير ويبو. افضل شيء يطرد الحكم الرابع. نعم.